عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. ومش عارفه صراحه اشكركم على قد ايه، على الخمسه سته اللي ما بيعلقوليش اصلا ولا مشتركين عندي في القناه. دلوقتي ان انا عملت لاولادي بالاكل البيت اكله جديده روعه وهتعجبهم. يلا بينا نشوف يا حبايبي هنعملها ازاي. يلا بينا دلوقتي بقى يا حبايبي هنشوف احنا هنعملها ازاي. دلوقتي انا عندي 3 طماطمات وقرنين فلفل كوبي وكام فص ثوم وبصلايه صغيره، واللحمه بتاعتنا اهيت اللي كانت مسلوقه مش قادرين ياكلوها، والتوابل بتاعتي بقى ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه بتاع جوز الطيب مطحونه، ملح وكمون، توم وبصل بودر على بعض. معلش انا اسفه اتلخبطت. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. دلوقتي يا حبايبي انا قطعته كده، عايزه تقطعيه جوليان براحتك، عايزه تقطعيه دواير براحتك، بس انا بحبه كده الصراحه محمر. وحطيت شويه زيت صغيرين هقلبهم اشوحهم شويه وبعدين ابقى انزل باللحمه. دلوقتي انت عندك اكل بايت وولادك مش قادرين ياكلوه، فتعلم ازاي اطلع منه اكله تانية يحبوها. هم ولادي قالك مش عايزين ياكلوا اللحمه دي، احنا مش عايزين ناكل لحمه، مش عايزين، وحاولت معاهم برده مفيش فايده. دلوقتي انا اعملهم بطريقه تانية اغير عشان ياكلوه. لقيت عندي اكل بايت، الاكل بايت مثلا مش عايزين ياكلوه برده، يكون عندي علب اللي هي بتاعت الثلاجه دي او اي علبه افضي فيها الاكل دوت او بواقي الاكل اللي هم خلاص بقى مش عايزين ياكلوها، واحطها في الثلاجه. مره تانية كل مره يكون عندي بواقي اكل احطها في علبه، هيطلع عندي في يوم الاقي نفسي جايه مثلا من الشغل تعبانه، عشان في بنات كتير بتشتغل، الاقي نفسي جايه من الشغل تعبانه هطلع كل بواقي الاكل دي وهعمل بيها سفره جامده وهياكلوها. لازم اتعلم من كل حاجه هم مش عاوزينها اعمل فيها فكره جديده بحيث ان هم يحبوها. دلوقتي احنا هنحمر بصل ونبقى ننزل عليه باللحمه. البصل بتاعنا كده احنا ليه عاملينه كده؟ علشان انا اصلا عندي اللحمه مستويه مش نيه. فهنزل بقى باللحمه بتاعتي اللي انا قطعتها قطع صغيره اهي، وهنزل عليها بقى هقلبها تقلبتين كده تشويحه. ايوه كده، وبعدين تتقلب شويه وانزل عليها بفصين الثوم اللي انا كنت مخرطاه ده. خرطت الثوم بتاعي اهوت هنزله عليها واقلبهم مع بعض تقليبه كده، وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي، بس هشوح دول شويه الاول. عايزه اقول لكم يا حبايبي والله ريحه الثوم فيها طالعه روعه ومخليه ريحتها جميله جدا. بصوا انا هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي قلنا عليها ملح فلفل اسمر بهارات لحمه جوز الطيب مطحونه توم وبصل بودر وورقتين لورا. هنقلبهم بقى كده شويه تقليبه وننزل بقى بالفلفل. نلاحظ ان هنا الاكل اللحمه بتاعتنا مستويه فمش هتاخد وقت طويل، مش شرط لحمه بقى عندك فراخ برده مش قادرين ياكلوها فصفيها واعمليها كده. لازم تتعلمي من كل حاجه تطلعي حاجه جديده وفكره جديده. يلا بقى ننزل هنسيبها شويه 3 دقايق كده وبعدين ننزل عليها بالفلفل بتاعنا. دلوقتي هي اتقلبت معانا شويه هننزل بقى عليها بالفلفل بتاعنا ده، فلفل الكوبي. لو عايزه تحطي فلفل حامي براحتك، فلفل الوان الله يبقى جامد اللي انت هتحبيه اللي موجود عندك. طبعا كلنا عندنا الحاجات دي واحنا بنطلع اكله من اكله بايته مش عارفين ياكلوها. هنسيبهم بقى مع بعض شويه لحد ما الفلفل بتاعنا ياخد لون شويه وبعدين نبقى ننزل عليه بالطماطم. شايفين يا حبايبي اقسم بالله ريحتها روعه، انا شم ريحه روعه. ودلوقتي اهوت هننزل بقى بالطماطم. هنا انا مش هحط ميه لسبب ان اصلا اللحمه بتاعتي مستويه، فانا كل اللي انا عايزاه يستوي معايا ايه اللي هو الطماطم والفلفل والحاجات دي وياخدوا كلهم من بعض. فانا هحط اقلب الطماطم كويس واسيبها لحد ما الطماطم بتاعتي تستوي. هنا انا مش هحط ميه، مش هحط ميه لان اللحمه مستويه. يلا بقى نسيبهم يتسبكوا كده مع بعض ونشوف في الاخر هيطلع لنا ايه. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا هنشوف البتاع يا على العظمه والريحه الجميله. هنسيبها لمده 3 دقايق وبعدين تعالى يلا بينا نبقى نشوف هنقدمها ازاي. دلوقتي بقى يا حبايبي هنشوفها كده اهي استوت معانا والطماطم اتسبكت زي ما انا عايزه، وهندفيها ونقدمها بالف هنا وشفا. دلوقتي يا حبايبي دي شكلها بعد ما انتهت وانا عملت جنبها بطاطس محمره وهي شايفين عامله ازاي طعمها، والمصحف ريحتها روعه وبالف هنا وشفا. وما تنسونوش في اللايك والشير والكومنتات وتشتركوا في القناه بتاعتي. مع السلامه.